هنخزن مع بعض المشمش من السنة للسنة من غير ما يتغير لونه، وهنعمل بيه قمر الدين. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض قمر الدين، وهنخزن المشمش من السنة للسنة من غير ما يسود لونه. طبعا المشمش اللي يمجي في السوق كتير جدا وسعره معقول، في ب8 جنيه وفي ب10 جنيه. هتجيبي الكمية المناسبة ليكي وهتعمليها بالطريقة اللي هنعملها مع بعض. نبدأ كده ونسمي على بركة الله. بسم الله. أنا معايا كيلو مشمش غسلاه كويس جدا. دلوقتي هنفصص المشمش، لازم نفصصه نفصله من البذرة ونبص فيه عشان المشمش عمره قصير فبيدوب بسرعة. لازم نبص فيه. المشمشية السليمة بنخليها، ولو المشمشية فيها حاجة بنستبعدها. هفصص المشمش كله بنفس الطريقة اهو، شايفين هو زي الفل. شايفين كله زي الفل مفيهوش اي حاجة. هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، ومش هرمي البذر، هنخلي البذر هنعمل منه حاجة كويسة جدا هتعجبكم. هفصصه كله وبعدين هنشوف هنعمل ايه. خلاص فصصت المشمش كله زي ما انتم شايفين. هضيف له كوبايه سكر، لكل كيلو مشمش كوبايه سكر واحده، وهشيله في التلاجة واسيبه من بالليل للصبح او من الصبح بالليل لحد ما ينزل ميته. البذر اللي طلع من المشمش مش هنرميه، هنغسله كويس وننشفه، وهوريكم في فيديو لوحده هنعمل بيه ايه. هنعمل بيه وصفه حلوه جدا هتعجبكم كلكم. بعد ما سبت المشمش ليله كامله في التلاجة نزل ميته اهو زي ما انتم شايفين، ما ضفتلوش اي ميه. دلوقتي هرفعه على النار وهسيبه يغلي لمده 5 دقايق. بسم الله. رفعت المشمش على النار، هسيبه يغلي لمده 5 دقايق وبعدين هوريكم هنعمل ايه. المشمش ابتدى يغلي وابتدى يعمل ريم على الوش. لازم اشيل الريم من وقت للتاني عشان الريم دوت بيأثر عمر المربى والعصير. اما بنشيل الريم بنحافظ على المربى والعصاير. هسيب المشمش يغلي لمدة 5 دقايق كاملة وبعدين هوريكم هنعمل ايه. بعد ما سبت المشمش على النار لمدة 5 دقايق استوى اهو زي ما انتم شايفين، مش بياخد وقت. هطفي عليه واسيبه يهدى خالص وبعدين هوريكم هنعمل ايه. بعد ما سبت المشمش هدى دلوقتي هضربه في الخلاط. هضربه كويس جدا لحد ما يبقى ناعم. لو عايزين تضربوه بالهاند بلندر وهو في الحله براحتكم. خلاص ضربت المشمش كويس جدا في الخلاط لحد ما بقى ناعم زي ما انتم شايفين. دلوقتي هرجعه في الحله تاني. بسم الله. شايفين لون المشمش لونه تحفه. وهرفع الحله تاني على النار. رفعت المشمش تاني على النار، بس هضيف له عصير ليمون وهقلب وهسيبه على نار هاديه وهقلب من وقت للتاني. هسيبه لحد ما يتقل ويعقد وتبقى الكميه بتاعته النص. المشمش ابتدى يغلي، مهديه عليه النار خالص وبقلبه باستمرار ايدي فيه عشان ما يغمقش وما يتلسعش اهو كده لحد ما يتقل خالص وتبقى الكميه النص. بعد ما سبت قمر الدين على النار تقل اهو زي ما انتم شايفين، تقل جدا. خلاص كده هطفي عليه وهفضيه في البرطمانات وهو سخن. انا معقمه البرطمانات غسلاها كويس جدا ونشفتها في فرن البوتاجاز. لو عايزين في المرحله دي بدل ما تخزنوا قمر الدين في البرطمانات عايزين تفردوه في صاج وتحطوا مشمع تحتيه وبعد ما ينشف تطبقوه يبقى لفه. بس انا بحب الطريقه دي، بدل ما انشفه يبقى لفه وبعد كده باجي ببله تاني في رمضان، دي افضل طريقه. بسم الله. بنزل قمر الدين في البرطمانات وهو سخن.
وبقفل عليه وهو سخن. شايفين لونه جميل ازاي؟ شايفين الجمال؟ لونه فاتح مغمقش مننا. هنقفل عليه وهو سخن. نقفل عليه كويس جدا. وهحتفظ بالبرطمانات على الغطا بتاعها، يعني هقلب البرطمان كده على الغطا بتاعه وهحتفظ بيهم في التلاجة. افضل طريقة للحفظ في التلاجة. عايزين تحتفظوا بيهم في دولاب المطبخ براحتكم. وكل ما نحتاج هنطلع من قمر الجين ونستخدمه. المعلقة من قمر الجين المركز بتعمل كوباية عصير. دي كانت افضل طريقة لتخزين المشمش. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.